السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تعالى نعمل مع بعض طاجن رز كده او صينية رز تحفة، لونها حلو قوي، طعمها كان خرافة. وشوية وصينية بطاطس كده باللحمة، حاجة كده تحفة جدا جدا. الرز بقول لكم ريحته والله بجد تحفة، ريحته حلوة قوي، طعمه كان حلو جدا جدا جدا. يعني ما شاء الله الصينية ديت يعني ممكن يتبقى شوية رز لو عملتي ولا حاجة، الصينية دي ما تبقاش منها حاجة من كتر طعمها الحلو وجمالها. ولون الرزاية كان حلو جدا جدا. طلع الأكل معايا بسم الله ما شاء الله، مستوي كده سوا كهرمان، ولون الصينية من تحت بص قعرها عامل ازاي، حاجة تحفة. هنغرف برضو بطاطس كان وشها حلو قوي، واخده وش كده تحمير كده، والبطاطسيه طالعه سليمه معانا كده وجميله جدا. هوريكم دلوقتي واقول لكم برضو عسري البطاطسيه تطلع معاكي الواحده بوحدتها كده، ما تكسرش منك ولا تتهري منك في السوا ازاي. ودي اللحمه بقى طالعه كده كهرمان معانا، حاجه كده تفتح النفس. بصوا لونها وطعمها كان حكايه، جربوا الطريقه ديت، طريقتي في البطاطس وفي الرز. وحطينا كده طبقين شوربه، حاجة كده حلوة جدا جدا، كانت أكلة حلوة، وكان الأكل بقى سخن وكان طعمه تحفة. لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نسمي الله ونبدأ. حطيت حلة فيها شوية مية على النار غليت، وكان عندي ماسورة حطيتها، وحطيت نص كيلو من اللحمة. تمام. وسبتهم يغلوا شوية، وحطيت كده طماطمية أو طماطمتين براحتك، واحدة أو اتنين زي ما انت عايزة، وبصلتين صغننين، ملح وفلفل ورق لوري. وطبعا كانت خلاص يعني بصوا، قعدت لها حوالي ساعة كده كمان، يعني قعدت حوالي نص ساعة. وبعدين لميت طبعا بيطلع رين كده على الوش، لميته ونضفته. وبعد كده سبتها تغلي شويه، وبعد كده حطيت الطماطم والبصل والفلفل وورق اللوري والملح والحاجتها كلها تغلي لها شويه، ما اجهز الاكل معانا. معايا هنا البطاطس مسكتها قشرتها وقطعتها كده حلقات زي ما انتم شايفين. هنا الطماطم برضو قطعتها كده جوانح او حتت صغيره او حلقات، زي ما انت عايزه وحابه قطعي براحتك. تمام. بس انا بعملها بالطريقه ديت، ودايما بتطلع معايا طعمها حلو قوي بجد، طعمها كان تحفه. وكمان ما حطيتلهاش ميه، زودتها من الشوربه اللي انا عاملاها كده، وحطيت فيها اللحمه ودخلتها كده الفرن. بس هقول لكم دخلتها الفرن بعد ايه، وايه اللي بيخلي الحلقات تطلع معايا سليمه ما تتقطعش او تتكسر معايا او تتهري معايا في السوا. تمام. هنقلب بصوا، هنقطع كله كده على بعضه في الصينيه، مش هنقطع حاجه بره او مثلا في ناس مثلا بتجهز حاجه الصينيه اللي هو البصل تبشره او تضربه في الكبه مع الطماطم مع الفلفل مع الحاجات دي. كده قطعنا بصلتين، وهنقطع قرن الفلفل كده مش كله، هناخد بس جزء منه كده وهنشوف يعني عشان خاطر لو طلع حراق او كده يعني. ما دقتهوش لان احنا صايمين، فاحنا عملناه كده، احنا مش في رمضان، 6 ايام البيض كل سنه وانتم طيبين. تمام. هنحط البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل وورق لوري، كمون، كزبره، بابريكا، كركم، ومكعب من المرقه. تمام. دي كل البهارات بتاعتنا. عايزه تضيفي اي بهارات تانية اضيفي 7 بهارات او اي حاجه تانية براحتك. تمام. كده حطينا كل حاجة على بعضها. طبعا هنقلب المكونات دي كلها في بعضها كده كويس. حطيت كده معلقة من الصلصة، وهنقلب بقى كويس جدا جدا، ندخل كل حاجة في بعضها كده، والبطاطس من فوق لتحت بصوا هنظبطها، يبقى الخليط كده فيها من فوقها لتحتها مش على الوش بس. وإذا وعايزة مثلا تدعكيه بره كله في بعض، وبعدين تحطي الطبقة ديت على الوش اللي هو البصل والطماطم والفلفل والبهارات والصلصة كده، اعملي براحتك. بس انا عايزة البطاطس معايا لما ادخلها الفرن تتحمر كده وتديني طبقة حلوة كده من التحمير زي ما شفتوا معايا في اول الفيديو. كده جهزتها زي ما انتم شايفين كده، هرفعها على البوتاجاز اهيت، وهحط بقى شوربة. هزودها بقى من الشوربة بتاعتنا اللي احنا عاملينها ديت. هحطها كده يعني بصوا، مش هغطيها يعني اللي هو مليها بس، مش هتشوفوها دلوقتي معايا وتشوفوا كمية الشوربة اللي حطيتها عليها. طبعا أنا مولعة النار عليها. تمام. كده هي كده كويسة معايا، دي الشوربة اللي انا محتاجاها.
طبعا هطلع هسيبها تغلي شوية على النار. وهنا الرز كنت غسلته. تمام، هحط كده الملح على الرز. وبعد كده هحط الحليب بتاعنا، الحليب بتاعي اللي مطلع صينية الرز التحفة اللي شفتها في اول الفيديو. ده حليب بقري، وعليه وش حلو. بصوا كان حلو جدا جدا بصراحة. هزود كوباية حليب تاني وكوباية من المية. ولميت كده ايه القشطة اللي هي كانت واقعة في الجناب دي. قلت برضو إيه تتحط تنزل في الصينية كده، بتخلي برضو قوامها حلو، ولون الوش بيبقى حلو جدا جدا. هنقلبوها كده بقى تقليبة حلوة كده، وندخلها الفرن تاخد بس وش معانا حلو كده وتتظبط. وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. امشوا معايا في الخطوات وان شاء الله تستفادوا من الفيديو جدا جدا. تطلع معاكم احلى صينية رز او طاجن رز. هنولع الفرن من فوق ياخد وش عشان الشواية تشتغل، ياخد وش الطاجن. وانا بشغل فوق وتحت مع بعض، بس لو عندك بيشتغل حاجة واحدة مش حاجتين مع بعض، يبقى شغلي فوق الاول ياخد وش، وبعد كده اطفي وشغلي من تحت. تمام، هنطلع اللحمه بتاعتنا. اللحمه كانت دخلت على السوا وكانت حلوه جدا. والبطاطس كمان بصوا سبتها لما تغلي كده ايه 3 4 غلوات على النار. هنحط فيها ايه اللحمه كده ادخلها جواها كده. واحطها بقى في الفرن. طبعا مشغله الشوايه للرز هتاخد وش على طول. وهطفي من فوق وتاخد سواها مع الرز برضو. يعني ايه ممكن اطلعها قبل الرز مثلا ايه بخمس ست دقايق كده، يعني مش بكتير. بصوا كده ما دخلتها الفرن وطلعتها، بصوا لونها عامل ازاي. الوش بجد بيتكلم عن نفسه، حلو جدا جدا، طعمها كان خرافة. واللون كمان وريحتها بصوا تفتح النفس كده. تقولي اللي ما تاكلش اكل، كل منها واشبع كده من طعمها وجمالها. تمام كده وجهزناها كده جاهزة معانا الحمد لله. بصوا البطاطس بصوا مستوية دايبة دوبان، ولونها كمان خطير. عايزه اقول لكم بصوا مستويه ازاي، تتكي عليها تسقط. ودي اللحمه برضو دايبه معانا دوبان، حاجه جميله جدا. خلاص خلصنا، هنطلع بقى صينيه الرز ونشوفها اهيت. انا حطيت الصينيه التانية على البوتاجاز عشان تفضل سخنه شويه. هنا طلعنا الرز، بصوا لون الرز وجماله وحي على الطعم، ما اقولكوش بقى كان تحفه. وكان لبن والله، الحليب كان بقري مش جاموسي. لو جاموسي بقى يطلع معاكي احلى واحلى واحلى. تمام. بحط كده ايه ايدي الشوكة او السكينة او المعلقة واغرز. انا بعرف ان الرزاية استوت ولا لا. انتي لو انتي مش بتعرفي طلعي بس حباية ولا حبايتين من قلب الصينية واتكي عليهم شوفيهم. لو نيين انا زودت شوية حليب على شوية مية. ممكن تزودي شوية مية بس مش شرط حليب، يعني ممكن تزودي حليب بس. تمام، وزودت شوية عشان يتشربوا عشان يكمل سواها. وهنا حطيت معلقة من السمنة على معلقتين من الزيت. ونحط كده ايه المادة الدهنية كده على وش الصينية بتاعتنا. ممكن انتي انا ما رضيتش برضو، انا كانت ممكن ازودها قبل ما تخش الفرن، كان عندي مساحة في الصينية ازودها. بس ما رضيتش عشان تديني وش حلو كده وغني زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. تمام. هنحط كده بقية السمنة والزيت. انا بحب احط المادتين على بعض عشان الزيت بيخلي الرز مفلفل وحلو، والسمنة بتدينا طعم جميل برضو. هدخلها الفرن كده حوالي 5 دقايق واطلعها تاني. هتشوفها هتعلى معايا ازاي. بصوا عليت ازاي عشان زودتها شوية الحليب والمية. عليت وشها ما شاء الله ارتفع وبقت خلاص خدت سواها يعني. كده خلصنا الفيديو بتاعنا وغرفنا برضو الاكل معانا اهوت زي ما انتم شايفين. يا رب الفيديو يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه وتجربوا الطريقة وتعجبكم جدا جدا وتعملوها ان شاء الله، ويطلع معاكم الرز والبطاطس احلى مما طلع معايا بكتير جدا جدا. طريقة حلوة وجميلة جدا، وريحة الاكل كانت حلوة جدا وطعمه حلو. طالما عملت حاجة حلوة لازم انتوا كمان تجربوها وتطلع معاكم حلوة ان شاء الله. يا رب الفيديو يعجبكم، استنوني فيديو جديد ويكون فيديو احسن واحسن ان شاء الله. مع السلامة.